الحكاية بتبدأ من آلاف السنين وسط قارة آسيا مع المقاتل سيفا والمعروف باسم ملك الفيلة. وسيفا جمع جيش كبير جدا وحاول يسيطر على الهند والصين، ولكن من حسن الحظ مقاتل أسطوري اسمه وانج شو ظهر وتصداله. ووانج قاتل بكل ما عنده لأنه محترف بالفنون القتالية، ولكنه للأسف ما قدرش يحارب الفيلة لوحده واتحصر في النهاية. ومن هنا في مقاتل مجهول اقتحم أرض المعركة وأنقذه على آخر لحظة، والمقاتل ده شاب هندي اسمه الجنرال بيما، والاتنين اتحدوا مع بعض علشان يهزموا سيفا ملك الفيلة. ولكن في وسط المعركة سيفا الغدار كان هيقتل بيما، بس وانج انقذه وردله الجميل. وبعد فترة قصيرة الدعم وصل اخيرا، فوانج وبيما استغلوا الفرصة وهربوا على الاحصنة بتاعتهم. ومن هنا بترجع بينا الاحداث للوقت الحاضر مع الدكتور جاكي. وجاكي يبقى عالم اثار وكان بيشرح القصة لتلاميذه. وجاكي قال ان وانج وبيما اتحدوا مع بعض وقدروا انهم يهزموا سيفا ملك الفيلة علشان ينقذوا الهند والصين. واول ما المحاضرة خلصت فجاكي امر مساعده زو ومساعدته نومي يجمعوا الاثار اللي استخدموها في الشرح وينظفوا المكتب الخاص بيه. ده غير ان هو انطلق بطريقه واستعرض للتلاميذ تكنولوجيا جديدة بتساعدهم يرجعوا الاثار لحالتها القديمة بالظبط. بس فجأة وقت ما جاكي كان بيشرح للشباب فمدير الجامعة ظهر وطلب يتكلم معاه على انفراد. وفي البداية جاكي ما كانش عارف المدير هو عاوزه في ايه، ولكنه حضر للمكتب بتاعه مع مساعده زو ومساعدته نومي. ومن هنا جاكي قابل سيدة جميلة، والسيدة دي كانت من الهند وبيكون اسمها أشميتا. وفي البداية أشميتا رحبت بجاكي هو ومساعديه، وبعد كده قالت ان المحارب بيما اللي ساعد وانج في الحرب ضد ملك الفيلة يبقى واحد من أجدادها، وساب لها خريطة الكنز بتاعته. بس المشكلة ان الخريطة متدمرة ومحتاجة عالم آثار علشان يساعد في ترميمها. فمدير الجامعة قال لها ان جاكي ماهر جدا وهيقدر يحل كل مشاكلها. وبالفعل جاكي قبل يتعاون مع أشميتا، ومساعدين جاكي حاولوا يسترجعوا الخريطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتاني يوم الصبح أشميتا وزو ونومي اجتمعوا علشان يفطروا، بس جاكي قال لهم ان هو محتاج يتمرن. ومن هنا بنعرف ان جاكي معلم كونج فو ماهر جدا ولياقته البدنية عالية لدرجة ان هو ابهر أشميتا ومساعديه بقدراته الرهيبة. وبعد كده بتنتهي بينا الاحداث لجونس لي، وجونس يبقى ابن اخو جاكي ويبقى شغال مستكشف وسائط كنوز. علشان كده جاكي طلب مساعدته في اكتشاف الخريطة اللي اخدها من أشميتا. وطبعا جونس حس بالسعادة لانه بيحب عمه ووافق ان هو يتعاون معاه. ده غير ان هو قابل أشميتا ومساعدتها كيرا وسلم على نومي وزو. وبكده يبقى جاكي جمع الفريق الخاص بيه واستعد للبحث عن الكنز. وبعد فترة صغيرة جاكي واتباعه وصلوا القطب الشمالي، لان جونس قدر يقرا الخريطة وقال لهم ان الكنز موجود بالمنطقة دي. ده غير ان هو لقى عملة ذهبية وسط الجليد. ولما أشميتا ومساعدتها كيرا شافوها فعرفوا ان الكنز موجود بمكان قريب ولازم يبدأوا البحث بأسرع وقت ممكن. وبالفعل جونس وكيرا بدأوا بالبحث بمساعدة أشميتا وزو. وبعد ساعات طويلة فوصلوا أخيرا للكهف اللي الكنز موجود بيه، ولكن الكهف كان مقفول بسبب جبل جليدي ضخم جدا. ومن هنا جونس أرسل سمكة آلية اخترعها بنفسه علشان يلاقي مدخل تاني. ولما جاكي فهم من جونس وكيرا اللي حصل معاهم فقال ان هو يعرف شخص ممكن يساعده في الموقع ده. ومن هنا جاكي اتصل على صديقه جيانج، وجيانج يبقى خبير بالمعدات التقيلة ويقدر ان هو يعمل حفرة بالجبل الجليدي علشان يساعدهم للوصول للكنز. وبالفعل جيانج وصل القطب الشمالي وقعد ياكل مع جاكي واستريح من السفر. بس فجأة مجموعة من الذئاب ظهروا وحاوطوا جاكي واصدقائه من كل اتجاه، فجاكي وجونس وقفوا علشان يخوفوهم. ومن هنا جاكي سأل ابن اخوه اذا كان لسه فاكر اساسيات الكونج فو اللي اتعلمها وهو صغير ولا لا. فجونس طلب يتحداه علشان يثبت مهارته. وفي البداية جونس اظهر قوته الحقيقية وقاتل جاكي بشراسة عالية جدا، بس في النهاية جاكي اتفوق عليه لانه عنده خبرة كبيرة بالفنون القتالية. ولما الاتنين خلصوا القتال فرجعوا لباقي اصدقائهم، ولكنهم اتفاجئوا ان جيانج بيجري من الذئاب، فكلهم اتجمعوا مع بعض وقذفوهم بكور التلج علشان يبعدوا. وفي الوقت ده في وسط الصحراء في الهند راندال كان بيصطاد مع الصقر الخاص بيه،
وراندال يبقى واحد من احفاد سيفا ملك الفيلة، وعرف ان اشميتا اتحدت مع جاكي وبتدور على الكنز، فامر اتباعه يوصلوا لاشميتا باي شكل ممكن. اما جيانج فقدر ان هو يحفر حفرة بالجبل الجليدي، وساعد جاكي هو واصدقائه يوصلوا للكهف اللي الكنز موجود فيه. وفي البداية جاكي انطلق في البحث مع اشميتا، اما جونس هو وكيرا فاكتشفوا ان في 2 مدفونين تحت الجليد من الاف السنين، وعرفوا ان الكنز موجود بمكان قريب. ومن هنا زو مساعد جاكي قدر هو ونومي يلاقي واحد من صناديق الكنز الذهبي بعد بحث طويل. وفي الوقت ده جيانج اتفاجئ بمجموعة من المجرمين غفلوه ودخلوا الكهف، والمجرمين دول هجموا على زو باستخدام الأسلحة، وضرب النار اللي حصل في المكان كان هيسبب انهيار جليدي. وطبعا جاكي واشميتا اتصدموا جدا من اللي حصل، ولكنهم اول لما فاقوا اتفاجئوا ان راندال موجود في المكان. وراندال قال لاشميتا ان هو لقاها اخيرا وهياخد الكنز لنفسه، ولكنه اول لما لمس الذهب فجاكي قال ان كل الاثار دي لازم تروح للحكومة وما ينفعش اي شخص عادي ياخدهم لنفسه. وطبعا راندال تجاهل كلامه وامر اتباعه يربطوه هو واصدقائه ويسيبوهم يتجمدوا في البرد. وطبعا جاكي اتعصب من كلامه وقدر ان هو يغفل واحد من الحراس علشان يبدا الهجوم. ومع ان جاكي دكتور في الجامعه وعالم اثار الا انه اسرع من البرق، وقوته كانت اسطوريه جدا لانه مسك اتباع راندال طحنهم. ومن هنا بنعرف ان جونس لقى جوهره نادره جدا وسط الاثار، وبعد كده تفادى كل المجرمين بذكاء حاد واخد زلاجه سريعه علشان يهرب من المكان وينجو بحياته. وللاسف راندال انتصر في النهايه وربط جاكي هو واصدقائه وسط الجليد وسابهم علشان يتجمدوا. بس من حسن الحظ نومي مساعدة جاكي كانت ماهرة جدا بفن اليوجا، وقدرت انها تتخلص من الحبال بسبب مرونتها العالية وفكت اسر الجميع. وبعد كده جاكي واشميتا حبسوا انفاسهم وبدأوا في الغطس من اجل الوصول للسطح، بس وهم تحت المية فجأة جاكي نفسه اتقطع وكان هيفقد الوعي، فاشميتا انقذته على اخر لحظة وصعدت بيه للهواء علشان يتنفس من جديد. وفي النهاية جاكي نجا بحياته ووصل لمستشفى بمكان قريب علشان يتعالج ويسترجع قوته. ولكنه اول لما قعد علشان يستريح مع نومي فمساعده زو فاجئه ووراه ان الجوهرة النادرة اللي جونس لقاها بتتباع في مزاد كبير جدا داخل الامارات. وبالفعل جاكي واصدقائه انطلقوا لمدينة دبي علشان يحضروا المزاد. ومن هنا صديق جاكي قال انهم هيكملوا المهمة بتاعتهم بعد ما سباق الجمال ينتهي، فجاكي شكر الامير اللي استضافه وبدأ يفكر هيسترجع الجوهرة ازاي. وبعد فترة صغيرة فجاكي حضر المزاد اخيرا مع صديقه العزيز، ومن هنا بنعرف ان راندال موجود هو كمان علشان يشتري الجوهرة. وفي البداية راندال وضع كل فلوسه وقال ان هو هيشتري الجوهرة ب100 مليون دولار، ولكن صديق جاكي رجل الاعمال كان غني جدا وجاكي اقنعه ان هو لازم يشتري الجوهرة لانها تعتبر من الاثار النادرة. فصديق جاكي وضع 160 مليون دولار وقدر ان هو يكسب في النهاية. وطبعا راندال انفجر من الغضب بسبب اللي حصل. ومن هنا بنعرف ان جونس الندل كان موجود في دبي وحس بالسعادة لانه باع الجوهرة في المزاد ب160 مليون دولار. ولكن زو ونومي ظهروا وقالوا له انت خاين لانك بعت اثار بلدك من اجل الفلوس، وطلبوا منه يصحح اخطائه. وفي الوقت ده جاكي وصديقه دفعوا الفلوس واستلموا الجوهرة اخيرا. ولما كانوا خارجين من المبنى في مجموعة مقاتلين ضخام حاصروهم بدون سابق انذار وبدأوا بالهجوم عليهم. والمقاتلين دول كانوا تبع راندال وهدفهم انهم يسرقوا الجوهرة من جاكي هو وصديقه، ولكن من حسن الحظ جاكي قتلهم ببسالة ودفع عن الجوهرة لحد اخر نفس. بس للاسف المجرمين كانوا اكتر منه في العدد وقدروا انهم يقلبوا المكان كله لفوضى تامة وخطفوا الجوهرة وجريوا. وراندال الندل اخذ الجوهرة وهرب من المكان بسرعة البرق. اما جاكي فاستغل الفرصة وركب اول سيارة شافها في طريقه علشان يلحقه. وفي نفس الوقت ده جونس وزو ونومي حضروا واخدوا سيارات هم كمان وانطلقوا بطريقهم. ولما جاكي كان راكب السيارة فاكتشف انها تابعة لمربي حيوانات وكان موجود بيها اسد شرس. وطبعا جاكي اتصدم من اللي حصل، ده غير ان المطاردة ما بينه هو وراندال اشتدت والبوليس حاصرهم من كل اتجاه. وفي البداية راندال حاول يخلص على جاكي وبدأ يكسر في السيارات، ولكن جاكي كان ماهر جدا وقدر يتفاداهم كلهم. وبعد كده ابن اخوه جونس هو كمان انضم للمطاردة وبدأ يساعده في الهجوم على سيارة راندال. وبالفعل جونس قدر يخطف الجوهرة من راندال. ولما هو وجاكي حاولوا يهربوا فجأة في بنت مجهولة على دراجة نارية خطفت الجوهرة من ايد جونس واختفت في ثواني. وفي النهاية راندال غرق سيارته بالنهر وخدع البوليس
الاتوبيس بذكاء. اما جاكي فركن السياره بمكان هادئ وكان حاسس بالرعب من الاسد اللي موجود معاه، ولكن من حسن الحظ صديقه الغني ظهر وانقذه هو وجونز على اخر لحظه. وصديق جاكي طلب من جونز يرجعه ال 160 مليون دولار اللي دفعهم على الجوهره، فجونز وافق واعتذر له على افعاله. وبعد فتره قصيره جاكي واتباعه انطلقوا للهند لان في دعوه وصلت لهم من شخص مجهول. واول لما وصلوا للواجهه بتاعتهم فاتفاجئوا انهم موجودين بقصر ضخم جدا. ومن هنا بنعرف ان الدعوه دي كانت من اشميتا، واشميتا تبقى اميره هنديه غنيه جدا، ولكنها ما قالتش لجاكي انها غنيه، واعترفت ان هي البنت اللي خطفت الجوهره من جونز. وقالت لجاكي ان هو لازم يساعدها في المهمه بتاعتها لان الجوهره تعتبر مفتاح للكنز الحقيقي. وطبعا جاكي وافق على طلبها وقال انهم لازم ياخدوا بالهم من راندال لانه خطير جدا وما عندوش اي رحمه. وفي البدايه اشميتا رحبت بجاكي في القصر الخاص بيها وورته الخريطه اللي كانت معاها بعد ما اصلحتها ورجعتها لشكلها القديم. وبعد فتره من البحث فجاكي قال ان هو يعرف مكان الكنز ولكنه محتاج يشوف كتاب نادر علشان يتاكد. وبالفعل اشميتا ساعدته يوصل للكتاب اللي كان بيبحث عنه، وفي النهايه الاتنين قدروا يعرفوا مكان الكنز الحقيقي اللي بيبحثوا عنه. وفي الوقت ده جونز هو وكيرا مساعد اشميتا ونومي مساعدة جاكي كانوا بيتجولوا وسط السوق الهندي وقعدوا يتفرجوا على الخدع السحريه مع بعض واستمتعوا بوقتهم. بس فجاه في مجموعه بلطجيه اتسللوا بدون ما يلاحظوا وهددوهم باستخدام السلاح، فجونز اتصدى لهم بسرعه رهيبه وبدأ بالقتال. وفي البدايه جونز تفادى هجمات المجرمين مع انهم كانوا مسلحين بسكاكين حاده جدا، الا انه اتصدى لهم بحركاته البهلوانيه. اما كيرا ونومي هم كمان قتلوا بكل ما عندهم وقدروا انهم يلبسوا واحد من المجرمين في تعابين الكبرى. ومن هنا بنعرف ان جاكي واشميتا وصلوا السوق وبدأوا يساعدوا اصدقائهم، بس للاسف الوقت اتاخر والمجرمين ثبتوا جونز باستخدام السلاح وخطفوه هو وكيرا. وطبعا جاكي واشميتا استمروا في القتال علشان ينقذوهم ولكن بدون اي فايده. وبعد فتره صغيره فجاكي راح لبيت راندال وكان معاه الجوهره علشان يسلمها له مقابل حريه كيرا وجونز. بس اول لما راندال شافه فقال له انا مش محتاج الجوهره لانها مجرد مفتاح للكنز، ولكنه محتاج جاكي يساعده لانه ذكي ويقدر يحل كل الصعوبات اللي هتواجهه. وبعد كده وراه جونز وكيرا وهم محبوسين وسط الضباع، فجاكي وافق ان هو يساعده غصب عنه مقابل حريتهم. وفي الوقت ده بنعرف ان زو اتسلل بداخل بيت راندال وقدر ان هو يعرف مكان جونز وكيرا بمساعده نومي. وبعد كده وصل للمكان اللي محتجزين فيه وبدأ يرمي قطع من اللحم علشان يشتت تركيز الضباع. وفي البدايه خطه زو كان واضح انها هتنجح ولكنها فشلت في النهايه لان الضباع شموا الريحه بتاعته وحاولوا انهم ياكلوه. واول لما زو اتحاصر فرمى السكينه لجونز علشان يحرر نفسه. وبعد كده هو وكيرا خرجوا من القفص بعجوبه ولكنهم فضلوا متحوطين من الضباع ومش عارفين يتصرفوا ازاي. فجونز قال ان هو هيجذب انتباههم علشان زو وكيرا يقفزوا من فوق السور بامان. وبالفعل جونز بدا في تنفيذ خطته مع ان الضباع كانت سريعه وشرسه جدا، ولكن في النهايه الثلاث اصدقاء نجحوا في القفز من على السور ونجوا بحياتهم على اخر لحظه. وفي الوقت ده راندال اجبر جاكي واشميتا انهم يساعدوه لحد لما وصلوا لمعبد مهجور وقالوا له ان الكنز ممكن يكون موجود فيه. فراندال امر اتباعه يقتحموا المكان، واول لما دخلوا المكان فجاكي فتش الغرفه بحذر وبعد كده اخذ الجوهره النادره ووضعها في منتصف حجره مظلمه وانتظر لما ضوء الشمس لمسها. وفي البدايه جاكي لاحظ ان الضوء المنعكس من الجوهره لمس حجر بمكان سري، ولما ضغط على الحجر فكان في مجموعه علامات غريبه ظهرت على الارض. وطبعا راندال طلب من جاكي يحل اللغز ده، فجاكي بدا يضغط على الاحجار بترتيب معين لحد لما الارض انشقت فجاه وهو واشميتا وقعوا على مجموعه اغصان ضخمه جدا، ده غير انهم اتفاجئوا بتعابين سامه. ولكن جاكي لياقته البدنيه كانت عاليه جدا وقدر ان هو ينقذ اشميتا من الخطر. وفي النهايه جاكي دل راندال واتباعه وسط المعبد لحد لما وصلوا لقصر عملاق مصنوع من الذهب الخالص. وطبعا الجميع انبهروا من القصر وبداوا يتجولوا فيه، ولكن فجاه جاكي لاحظ ان راندال واتباعه عاوزين يفككوا المكان علشان يبيعوه، فجاكي رفض وبدا بالقتال معاهم. ومن هنا بنعرف ان جونز وباقي الاصدقاء دخلوا الكهف هم كمان وانضموا للقتال. وفي البدايه جاكي حارب بكل ما عنده لان الاثار دي من حق
الناس كلها وما ينفعش راندال ياخدها لنفسه. ومع الوقت جاكي قدر ان هو يتغلب على المجرمين بمساعدة اصدقائه لحد لما انفرد براندال وبدأ يقاتله وش لوش. وفي البداية الاتنين كانوا متعادلين لان راندال كان قوي جدا ومحترف بالفنون القتالية، ولكن مع الوقت جاكي درس حركاته وبدأ يضربه في رجله لحد لما اضعفه وخلاه مش قادر يقاتل. وبعد كده هو واشميتا غفلوه وهزموه في النهاية. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي. يا الله سلام.